فنانة بدأت حياتها الفنية كموديل، وكانت لسه طفلة كموديل في مجال الإعلانات، وخطفت القلوب بإطلالتها في أواخر التسعينات، ولفتت نظر الكثير من صناع الدراما والسينما. الفنانة ياسمين عبد العزيز فنانة من طراز مختلف، واحدة من أفضل نجوم جيلها. اتولدت سنة 1979 وكانت بتدرس في الأكاديمية الحديثة. بدأت لما كانت لسه صغيرة في مجال الإعلانات، وده عن طريق صديقة لوالدتها واللي كانت عندها وكالة للإعلانات، وبقت بعد كده محترفة في مجال الإعلانات. بدايتها في عالم التمثيل كانت بعد ظهورها برفقة سميرة أحمد في مسلسل امرأة من زمن الحب. بعد كده أظهرت إمكانياتها الكبيرة في مجال التمثيل. والفنانة ياسمين عبد العزيز اتجوزت للمرة الأولى من خارج الوسط الفني، وتم انفصالها سنة 2018 بعد جواز دام 17 سنة. وفي سنة 2021 أعلنت ياسمين عبد العزيز عن جوازها من الفنان أحمد العوضي. الفنانة ياسمين عبد العزيز بتتميز بشكل خاص في الأدوار الكوميدية، وغالبا ما بتاخد ياسمين دور البنت الشقية، ودايما بتحب تكون بعيدة عن الإعلام، وقليل لما بتظهر في لقاء ليها زي بقية الفنانين. وسنة 2021 خضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية أدت لدخولها في غيبوبة، ورجحت بعض المصادر إن الحالة دي كانت نتيجة عن خطأ طبي أثناء العملية أدت لحدوث تسمم في الدم، لكن بعد كده تعافت تماما ورجعت لجمهورها. من أعمالها سنة 1998 شاركت في مسلسل الطوفار ومسرحية رد قرضي، وبعد كده في السنة اللي بعدها مثلت في فيلم جنون الحياة وفيلم سنوات الغضب، وظهرت في فيلم قدر امرأة. أما سنة 2001 شاركت في مسلسل الرأس على السلالم المتحركة وفيلم جلا جلا وفي فيلم رشة جريئة. وفي 2002 شاركت بدور ماري في فيلم قلب جريء مع الفنان مصطفى قمر. وسنة 2003 شاركت في مسرحية كده أوكي وفي فيلم صايع بحر وفي المسلسل الإذاعي مبروك جالك قلق. وفي 2005 شاركت في فيلم حريم كريم وفي فيلم فرحان ملازم آدم، وتميزت بشكل كبير في دورها في فيلم زكي شان اللي ظهرت فيه مع الفنان أحمد حلمي. وفي 2006 شاركت في فيلم الرهينة. وفي سنة 2019 مثلت دور سلمى في مسلسل لآخر نفس، وظهرت في مسلسل ونحب تاني ليه سنة 2020. وسنة 2021 ظهرت في مسلسل اللي ملوش كبير.